مسلسلات عائلية متنوعة بدأ عرضها في الفترة الأخيرة، وعدد كبير منها نجح بشكل كبير إنه يجذب ليه الجمهور. ومن المسلسلات الناجحة العيلة دي، المسلسل كان بيناقش قضية غربة الأب وبعده عن أولاده في سبيل إنه يأمن مستقبلهم المادي، وكان من بطولة إسماعيل فرغلي ووفاء عامر وعدد من النجوم الشباب اللي هنشوف مع بعض قالوا لنا إيه عنه وقت عرضه وعن ردود الأفعال الجمهور عليه. بمجرد نشر الفنانة وفاء عامر البوستر الرسمي لمسلسل العيلة دي، انهالت بوستات التهنئة من الفنانين والمتابعين على السوشيال ميديا متوقعين نجاح المسلسل. توقع بنجاح اتحقق بالفعل على أرض الواقع، فبمجرد عرض الحلقات الأولى للمسلسل اتصدر محركات البحث بعد ما جذب الجمهور وحاز على اهتمام المتابعين. نجاح كبير لمسلسل العيلة دي خلاه يحتل المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتشت، وده لعدة أسباب، من بينها جدية طرح القضايا بشكل كوميدي ما أثرش على توازن الأحداث المليانة بالمواقف الصعبة، بالإضافة إلى أن المسلسل ضم عدد كبير من الوجوه الشابة اللي قدرت تنقل الأحداث بشكل واقعي وملموس في حياتنا. ومفيش شك إن أغنية التتر بيتنا بصوت الفنان هشام عباس أضافت نكهة خاصة للمسلسل وكانت سبب من أسباب نجاحه. الضحك مرة وبالعتاب مرة ولا يخلى بيت من حلوة أو مرة ولا تحلى. من الحلقات اللي اتصدرت الترند الحلقة رقم 15 اللي اتعرض فيها الأب اللي جسد دوره الفنان إسماعيل فرغلي لأزمة قلبية، ورصدت الحلقة شعور أبنائه بالذنب بعدها. أنا آسف يا بابا إني عليت صوتي عليك، وآسف إني ما كنتش في حاجة عملتها. ليه يا حبيبي كده؟ هو ده اللي أنا بكلمك فيه يا بابا؟ ليه تبقى في موقف زي ده لوحدك؟ ليه يا بابا ما خلتنيش نقسم معاك وجعك؟ العيلة دي عيلة بتمثل كل العائلات سواء المصرية أو العربية في طريقة ربايتها للولاد، في طريقة كفاحها، في طريقة صعودها، في حاجات كتير قوي، في عاداتها وتقاليدها. العيلة دي بترسخ لحاجات المجتمع ممكن يكون نسيها من فترة، العلاقات الإنسانية والعادات والتقاليد المصرية والعربية القديمة بشكل غير مباشر، لأن لو فيها مباشرة عمرها أبدا ما هتنجح. أنا شخصيتي مختلفة عن اللي أنا قدمته قبل كده. أنا ما بحبش دايما أعمل دور أكون تناولته أو يكون عرض عليا وعملته حتى ولو بشكل مختلف. هي ربة أسرة زيها شكلها شكل كتير جدا من الناس، الطبقة المتوسطة والأقل من المتوسطة واللي أعلى من المتوسطة. هي بتمثل شريحة كبيرة جدا من المجتمع. عندها مجموعة من القضايا، منها إنها عندها 5 ولاد، جوزها راجل وحيد، فال5 ولاد دول هم العزوة. فهل هيتربوا زي ما تربوا ولدين أو ولد وبنت أو واحد بس عند أسرة؟ لا، هم اتربوا كويس، بس ازاي وايه اللي هيحصل وايه التبعات اللي بتحصل بعد كده؟ هل الرجل مظلوم ام ظالم؟ دائما وابدا الراجل ظالم. تعالوا نشوف هنا في المسلسل بتاعنا هيبقى مظلوم ولا ظالم. يمكن يترد له اعتباره، يمكن يقع عليه ظلم اكبر. انا بسيبكم طبعا علشان ايه تبقى الحكايه شويه فيها تشويق. حماتي النجمه الجميله استاذه انعام سلوسه، انا كنت اشتغلت معاها قبل كده في جبل الحلال، واشتغلت معاها المرة دي، وكنت اشتغلت معاها وانا بعمل لسه دور صغنن كده، ست دمها زي العسل، فير ومواعيدها جميلة وزي يعني انا شخصيا ببقى واقفة عاملة لها حساب. معانا استاذ اسماعيل فرغلي، ومعانا طبعا نجم الكوميديا الجميل طبعا محمد ثروت. محمد ثروت يعني هو استاذ اسماعيل فرغلي على طبيعتهم. أنا فرحانة إنهم طبعا مشاركين في البطولة، وبجد إن شاء الله بإذن الله يقدموا حاجة جديدة وجميلة، وفي كيمياء بيننا وبين بعض. اللي ما اتكلمتش عنه بقى إسلام إبراهيم، ده من الناس اللي أنا من أول ما شفته، من أيام ما كان بيعمل لسه برامج وبيقلد وكده، وأنا شايفة فيه طاقة إيجابية، وش بشوش،
واحساس بالجمله اللي بيقولها، وعايز يسعد الناس. انا اعتقد برضو انه اضافه كبيره جدا للعمل. وشكرا طبعا للي رشحوه ورشحوني مع بعض مع المجموعه دي. فان شاء الله نبقى خفاف على الناس تحبنا، يبقوا عايشين معانا ويبقوا جوه العيله دي ويحسوا بمشاكلهم ويحسوا بهمومهم واوجاعهم. الحمد لله المسلسل اجتماعي حلو، احبه، فيه رساله، واول مره اقف بالمساحه دي مع الفنانه وفاء عامر، انا بشكرها بالمناسبه. وكنت حامل هم الوقفه طبعا يعني مع فنانه كبيره زي مدام وفاء، لكن الحمد لله هي يعني مشجعاني ومساعداني برضو. الاستاذ احمد خالد امين المخرج برضو توجيهاته مش الكلام اللي هو التقليدي يعني، لا فعلا الممثل لما يسمع كلام المخرج هيحطه في حته كويسه. دور اب كان في الغربه ورجع لقى الاسره مش شبه مش عايش معاهم، فطبعا غريب عنهم يعني. فهي في رساله ان يعني ان الانسان لما بيتجوز وبيخلف بقت حياته كلها لاولاده، والغربه اللي اتغربها دي علشان يوفر امكانيات ماديه لاولاده، ولكن مش عايش مش حاسس بالابوه، مش حاسس باولاده. فطبعا مشكله كبيره يعني، عشان ظروف الحياه والحياه القاسيه بتخلي الانسان يتغرب علشان خاطر يوفر لاولاده كل اللي هم عايزينه، ومش مهم هو. انا بعمل دور ديشا، هو اخوهم الصغير في البيت بقى، والشقاوه وكل اللعب في البيت كله بقى. انا اخو اسلام ابراهيم، بيعمل دور هشام معانا، واخو ساره نور بتعمل دور ملك، ودعاء ريهام الشنواني، وماما طبعا وفاء عامر دلال وبابا اسماعيل فرغلي دويدار، ومعانا كمان يوسف عثمان عامل دور داوود معانا. احنا مسلسل طبعا العيله دي، فهو الموضوع كله عليهم. بيحصل معاهم بقى شويه مواقف كده ظريفه طول المسلسل، طبعا مش هقول لكم ايه هي دلوقتي. بس دور ديشا ده دايما الولد الصغير الموجود في اي بيت، اللي هو ما بيسمعش الكلام، اللي هو ساعات الرخم، اللي هو تقولي له مش عارف قوم هات لي ايه من المطبخ ما يرضاش يقوم يجيبه. هو ده دور ديشا. غير بقى طبعا اللي هو كل شويه مشكله شكل الشقاوه كلها، وبعمل تيك توكس ودايما بقى عندي شويه مواضيع كده لسه بقى نعرفها بعدين بقى في المسلسل ان شاء الله. العيله دي مسلسل حلو وفكرته جديده، بيتكلم عن فكره الاستهلاك، ودي اعتقد ان هي يعني ما تناولناهاش قبل كده في حاجه. احنا بقينا عارفه بتحس ان احنا بنعلي سقف الحاجات اللي بتبسطنا قوي، فما بقناش بننبسط خالص يعني. فاهم قصدي؟ الانبساط ده فكره، انا ممكن انبسط بكوبايه شاي بشربها في البلكونه، ممكن انبسط بتمشيه حلوه، لكن لما افضل اقول انا عشان اصيف فلازم اروح الحته الفلانيه ولازم اروح الحته الفلانيه في الساحل، طب ما هو في النهايه اي بحر يعني. فاهم قصدي؟ بيتكلم برضو عن فكره الترابط الاسري، ان العيله دي هي اهم حاجه في الدنيا، ان الواحد يبقى عنده عيله وقريب من الناس وبيحافظ على اخواته وبيحافظ على علاقته بامه وبيحافظ على اخواته، وهم دول انا بشوفهم جيش الواحد. العيله استاذه وفاء عامر الام امي، واستاذ اسماعيل فرغلي الاب، وخالي يبقى محمد ثروت، وريهام الشنواني اختي، اخواتي بقى، ويوسف عثمان، والجده استاذه انعام سلوسه يعني بعشقها ودمها شربات. هشام الاخ الاكبر، وابوه كان بيبقى مسافر طول الوقت، فهو بقى واخد دور الاب مع اخواته الاصغر منه، وبيعافر في الحياه يعني. هو من نمط الناس اللي اهاليهم ساعدوهم قوي في الجواز، وبص لقى نفسه متجوز وعنده ولاد ومش قادر يسد في ده يعني. ودي انا بشوفها يعني بقت حاجه منتشره جدا، الاهل اللي بيزقوا قوي في الجواز وهم مش عارفين ابنهم ده هيعرف يفتح بيت ولا مش هيعرف يفتح بيت. ففي تفاصيل كتير حلوه يعني قريب. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.